مرقوا 5 سنين ولسه كيني عم تحلم بحبها الأول، بس بتفتح عيونها ومديرها عم يناديها لأنه لازم تعمل مقابلة مع الزعيم الغامض لشركة ZL، الشركة يلي خلال 5 سنين صارت عالمية. هي بتحاول ترفض لأنه اشتغلت بدون توقف لمدة 3 أيام، بس لما بتسمع إنه رح يعطوها أسبوع عطلة بتغير رأيها فوراً. بس قلبها بيتوقف لما بتسمع اسم تشين مين سو، بتضيع ذكرياتها وبتنسى إنها عم تسوق لحد ما بتخبط بسيارة ثانية، وبشكل مفاجئ صاحب السيارة بيطلع تشين مين سو. قلب البنت بيتوقف ثانية، عيونها بتدمع، بس بتحاول تتصرف طبيعي. بتقوله إنها ما انتبهت للسرعة، فهو بيرد عليها بسخرية بيقولها شو بتحبي الأمور السريعة؟ يعني تركتيني لأنه ما كنت كافية لإلك. قبل 5 سنين هي كانت أنهت علاقتها بأقصى طريقة، ما اعترفت له بالحقيقة أبداً. عائلة توفوا ما كانت بدها تجده لمشاكلها، هي بتعتقد إنه بيكرهها بس هي غلطانة، هو ما قدر ينساها. بيقبلها بشكل عفوي، بس البنت بتبعده بضربة، بتترك له بطاقتها لتغطي له الأضرار وتهرب بدون ما تطلع وراها. ما بتتوقع إنه هو ما ناوي يخسرها مرة ثانية. هي كانت عم تدور عن سبب وفاة عيلتها. صديقها ساو بيقول لها إنه الناس اللي كانت عم تدور عليهم موجودين بغرفة بالكلوب، بس لحتى يدخلوا لازم يتظاهروا إنهم حبايب. هي ما منزعجة من الفكرة. على وشك تمسك له إيده، هون بيظهر تشين مين سو وبتقدم ساو كحبيبة، بس بتنصدم لما بتكتشف بأنه بطلنا هو عم حبيبة يلي عم تقدمه هلأ، يلي أصلاً هو مش حبيبة، هو صديقة. بطلنا بيطلع بكذبة وبيقدر يخلي ابن أخوه يمشي، وبدون ما تقدر تتحكم بحاصرة ليقبله. بس هي بتدفشه وبتفكره إنه خلاص انتهى بيناتهم، بس هو بيعترف إنه ما صدق أي شيء قالته من 5 سنين. هي بتبتعد وبتدخل الغرفة بس ما عاد في حدا، فبتعصب كتير. بتحاول تنتقم من بطلنا، بس هو بيعمل مكالمة لحتى يلاقي الناس اللي كانت عم تدور عليهم. وبهاي اللحظة مدير البنت بيناديها ليذكرها بالمقابلة، بما إنه تشين سو قال لها إنه رح يساعدها بكل شيء. هي بتطلب منه يمنحها مقابلة. بطلنا بيعطيها بطاقته، وباليوم اللي بعده بتروح على مجموعة ZLA، وإن كان في عدة مراسلين عم ينتظروا الفرصة ليعملوا مقابلة معه. شياو عدوة بطلتنا بتحاول تحرجها، بس تشينلي ساكتة. الكل بينصدم لما بيشوفوا كيف البنت عندها الأفضلية. هي بتقدم أسئلة المقابلة، بس بطلنا كل اللي بيهم إنه هي تسأله عن حياته العاطفية. فالبنت اللي هي أكيد بطلتنا بتطرح سؤال، وهو بيحكي إنه إمبراطوريته انبنت لتلاحق المرأة اللي بيحبها. تشين لي كانت معصبة بتحاول تترك المكان، بس هو ما بيخليها تهرب. بعدها هي بتستفزه بدون ما تفكر بالعواقب، وفجأة هو بيقبلها. للحظة بتكون على وشك تستسلم لمشاعرها، بس المساعد بيقطعهم. هي بتهرب بسرعة، بينما المساعد بيكشف إنه حدا صورهم بالليلة الماضية. بطلنا بيأمر إنه الموضوع يصير ترند، بهالطريقة الكل رح يعرف إنه عم يلاحق حبيبته السابقة. مدير بطلتنا بيعرف الخبر وبيطلب منها تحقق مين المرأة اللي ظهرت معها بطلنا، فما كان عندها خيار تاني. بتروح لمعرض فن وبتصادف الشياو وحبيبة وينسي ابن عمها. هو بيوبخها لأنها أرعبت الشياو، لأنه هي رح ترفع عليه دعوة إنه هو عم يتنرش بمراسلة. الاستفزاز بيعصبه وبيهددها إنه رح يخلي أبوه يحبسها مرة تانية. هون بطلتنا بتتذكر إنه بعد ما فقدت عائلتها أشارت على عمها كين رينزي كالمسؤول. العم قدام الكل كان مبين رجال مثالي، بس ليخليها ساكتة كان بيعطيها أدوية وبيوصفها كمجنونة. هلأ هي ما ناوية تترك حدا يخوفها، فبتعطي درس لابن عمها. بعدها بتدخل المعرض وبتتفاجأ بصورة كانت صورتها هي. حلمها كان تصير مصورة محترفة، بس بعد فقدان عيلتها ركزت على البحث والتحقيق بشأن وفاة عيلتها، أو بالأصل فينا نقول فقدان عيلتها. ما توقعت إنه حبيب السابق رح يرجعوا يسترجع هالصور، هو بده يرجعوا يبلشوا من الصفر. بس هي بتغير الموضوع وبتستغل الفرصة اللي تسأله عن الصور اللي عم تنتشر على الإنترنت واللي صايرة ترند. هو بيعترف إنه بده يسترجع حبيبته السابقة، بس هالاعتراف بيعصبها.
عمها بيتصل فيها وبيطلب منها تروح لعنده فوراً، بس البنت بتشرح كيف صارت الأمور وبتبرر إنها ما قدرت تسمح إنه سمعة العيلة تتدمر إذا اكتشفوا إنه ابن عمها كان عم يضايقها. وينسي بيوبخها وبيطلب من أبوها يحبسها، بس السيد بيقرر يتركها تروح هالمرة. تشينلي مع عادة البنت الضعيفة هلأ صارت مراسلة معروفة وما في حدا بيقدر يتحمل الفضائح. من 3 سنين اضطرت تمجدهم لتسترجع حريتها، بس ما نسيت جريمة عمها، علشان هيك بتشتهي تنتقم لفقدان عيلتها وجدتها. مع إنها بعد ما فهمت كل الأسباب اللي خلت عمها يدمر عيلتها، فجأة بتلاقي دليل وبتقرر إنها تسافر. صديقة بنبهها إنه وينسي عم يخطط لها الشي، بس هي مانا خايفة. بتنشر مكانها كرمال تجذب ابن عمها. هو استأجر شوية أشخاص يعني كرمال يهاجموها ويعملوا له شي مش أكيد منيح، بس البنت بتطيح فيهم بسهولة وكمان بتعاقب ابن عمها. بعدها بتخبط بشكل مفاجئ ببطلني اللي كان عم يهرب بسرعة. هو بياخدها لعيلته وبيسألها عن شو صار بالسنين ال5 الماضية. مع إنها دورت ما اكتشفت أبداً إنه عمها كان مسكرة. بطلنا بيطلب منها توثق فيه وإنه رح يساعدها بكل شي بدها إياه. بيحضنه مع إنه بدها تتشبث فيه بهالقوة، بس بتعرف إنه ما في مجال تشركه بهذا الموضوع وبمشاكله. بعدها بيطلع بعيونه وبيسألها إذا عيلتها ضايقتها. بيطلب منها إنه ما ترجع تحط حالها بالخطر وبس. وكمان بيقول لها إنه هي لو موافقة هو ممكن يكون يعني إدراعها ويساعدها. هون بطلتنا بتتأثر، وكانوا شوي رح يقبلوا بعض، بس في مكالمة بتقطع لحظتهم. صديقة بيخبرها بأنه وينسي إجره مكسورة ولهيك أهله سافروا ليشوفوه. بهالوقت بطلنا بيكتشف كاميرا كينلي وبيسميها كذابة صغيرة لأن قالت إنه ما عاد بتحب التصوير. كينلي بتستعجل لتسترجع الكاميرا، بس هو بيقبلها. هي ما بتقدر تقاوم مع إنه الصوت يعني صاوي بيقطع المشهد، فبتهرب وهي معصبة. بعد شوية بتلتقي مع صديقة وابتسامة بتقوله إنها رح تتزوج عمها، وهو معصب لأنها كسرت إجر ابن عمها، لهيك عشان يتركها تعيش في الجحيم رتب لها زواج. بتحكي إنه من 5 سنين لما عرفت عن مأساة عيلتها عمها رجعها للبلد، ولما وصلت حبسوها 2 يوم، وخلال هالفترة استولى على ميراثها. مع هيك بتحكي إنه ما رفضت الخطوبة. سامو بيستلم رسالة وبيمشي. بهاللحظة بطلنا بيظهر، هي بتخلطه مع الموديل وهالشي بعصبه ووبخها لأنه ما راحت لعنده لتطلب مساعدته. بيقبلها وبعدين بيشيلها حضنه. بالمشهد اللي بعده هو عم ياكل كعكة الدوريان. هون بتتذكر إنه ما كان بيحبها، بس بطلنا بيقول إنه الناس بتتغير، ومع هيك بعد 5 سنين هي بعده ضعفه. هي بتقوله إنها رح تتزوج. هالشي بيخربطه لأنه هو بس اللي بيستاهل يكون جنبه. مع إنه بيعرض إنه يساعدها، هي بتفضل تتولى انتقامها لحالها. عندها خطة وبطلنا بيقرر يدعمها. أعمام كينلي بيحضروا ليقدموها كجزء من العيلة. هي بتترك شغلها كمراسلة، بتتغير وبتظهر بفستان بملايين كان هدية من بطلنا. كينلي بتخطف أنظار الكل. سوان الخطيب بيجي يسلم عليها، بس بطلنا بيرمي ورقة بتوقفه، عشان هيك الخطيب بيرجع بيبكي. بعدها تشينلي بتروح لعمه وبتسأله إذا سبب خطبته لشاب مشهور سيء السمعة بس لأنه يتيم. المراسلين ببلشوا يهمسوا، بس هي ما بتتوقف. بتحكي عن حادثة عيلتها. العام بيخاف لما بيفهم إنه كل شي كان مخطط من قبل بطلتنا. الصحافة بتحاصره لتطلب جوابه، وهون العم بيغمى عليه، بينما كينلي بتطلع منتصرة. بطلنا كان ناطرة لتحتفل. بعدها بتكتشف الحقيقة يلي حملتها 5 سنين. أبوها انتهت حياته بعد ما تعرض لمضايقات التهريب. الجدة تاجرت مع أمها والنزاع خلص بمأساة. الجدة توفت. أمها انحجزت بمشفى الأمراض العقلية، وين بالنهاية أنهت حياتها. تشينلي ما قبلت أبدا نسخة عمها، ولما حاولت تحكي مع أمها كان الوقت already يعني راح. قدام الظلم بطلنا ما قدر يمسك حاله، وبأبوه بعد بيسألها عن ليش ما قالت الحقيقة من قبل. كينلي بتعترف إنه خافت إنه يمسح عمها ويخرب حياتها، وما بدها يعني إنه تضله بمشاكلها. هون بطلنا بيعترف إنه كان متهور من قبل، بس هلأ يعني هو صار رجال قوي قادر يساعدها.
كيلي بده إنه بس يشوفها سعيدة وتسمح له يكون بحياتها، ومع هيك بعد ما صار الوقت المناسب بعدها بيعطيها كاندي وبيحكي عن نفسه. هون بطلتنا بتكون متأثرة فبتقبله بس شوي شوي بتنام. هو بياخدها على غرفتها وبيعمل مكالمة بيأمر يحققوا بحسابات كيم رينزي وبيلي صار من 5 سنين. مع الأسف حسابات العم نظيفة. فجأة سيان ابنة عم كينلي بتوصل على المكتب بحجة تحكي عن المناقصة، بس لما بتتعرف على تشين مين سو بتشوفه قديش حلو وسيم بتقرر إنها تمتلكه، ولحسن حظها هو مش مهتم فيها. بيقول لها إنه بيحب البنات الحلوين ومش البنات اللي زيها. حرفياً بتنحرج. بينما البنت عم تخطط شي ضد بنت عمها لما بتعرف إنه رح يتفاوضوا بالمناقصة. بطلنا بيلاحظ أنها مش بشغلها، وهي بتقول إنه طلعت تغازل شوية شبان وهالشي بيخليه يغار، بس بالحقيقة هي عندها قضية جديدة. نقدوا بنت صغيرة كانت مسجونة من أبوها. كين شافت حالة بهالبنت فعم توصيها لتشجعها تحكي. بعدها بتروح على حدث المناقصة. الخطيب السابق حاول يغريها فاقترحت عليه شي ليثبت صدقه. قالت له لازم يعطي مصاري أكتر ليكسب المناقصة، بس وقتها رح تقبل دعوته للأكل. سوهان وافقوا خلال المزاد واجه مباشرة سيان. التوتر زاد لحتى كيلي قالت له يوقف. هالشي خلى سيان تعرض مصاري أكتر من يلي خططت لها، وحذروها إذا ما ألغت خلال 3 أيام لازم تدفع تعويض 10 مرات أكتر، وهالشي خوف بنت عمها. سوان بده يحصل على مكافأته، بس بطلنا نجا البنت بعد وبخها لأنها استخدمت سوان لما هو موجود. هي شرحت إنه سوان ما بيعني شي بحياتها ولهيك ما بتخاف يصير له شي. بس مع بطلنا الوضع مختلف. هو فهمها وطلب منها قبلة على خدها كتعويض، بس لفتت والقبلة صارت على شفايفها. من جهة ثانية كين رينزي عصب لما عرف إنه بنته عرضت ملايين كتيرة، شركته ما عاد عندها مبلغ كرمال تنقذ حالها، بس عم يفكر بشي كرمال يحل الموضوع. بطلنا حصل على معلومات عن الرجال يلي كانت كينلي عم تدور عليهم، فجاب تذكرتين وراحت فيها على معرض فن. سيان لاحظت إنه البنت لحالها وحذرتها ما تنخدع ببطلنا، بس تصرف كأنه صديقة سابقة وما تعرف إنه كينلي هي البنت اللي تشين مين سو ما قدر ينساها. بعد كم دقيقة عرضوا قطعة أثرية، بس تشينلي عرفت إنه هاي القطعة مش أبداً أصلية، هي مزيفة. فجأة سمعوا ضجة قوية وهو طلعها من المكان. ابتعد ليحل المشكلة والعم حاول يهاجمها، بس البنت دافعت عن حالها. بعدها رجال اسمه بوي إجا لعنده، بس بطلنا منع الحكي. شرح له إنه المعرض مكان غير ستار دخان لجذب الرجال اللي عم يدور عليهم من زمان. هول الأشخاص كانوا مهربين تحف ثقافية، نفس الناس اللي من قبل 5 سنين سووا صفقات مع كين رينزي. كل شي بيشير إنه أبو كين لي استخدم كبش فداء، أو بالواقع تم استخدامه ككبش فداء. بطلتنا مو بس عصبت لأن جنت بدها عمها يدفع تمن كل شي عمله انتقاما. سيان أمرت بخطف كين لي، حضرت أدوات تعذيب مقررة إنه تخليها تعيش أيام الحبس من جديد، بس خطتها فشلت. للأسف كل شي كان عم ينتصور. هيك بنت العم انكشفت بالعلن وسمعتها راحت، ومن جهة تانية كين استلمت رسالة غامضة عليها تروح على العنوان إذا بدها تعرف الحقيقة عن أمها، ولهيك قررت إنها تخاطر بحياتها وتروح. وصلت للفندق والموظفة عطتها زجاجة مي. المرة كانت سيان وغيرت المشروب لتنتقم. الشخص اللي أرسل الرسالة كان باي، كشف له إنه أمه ما عم تعاني من مرض نفسي، وأكد إنه عنده إثباتات ليبين هالشي، بس أول شي طلب إنها تكون معه. بهالوقت سيان خبرت بطلنا إنه كينلي مع رجال تاني. لما دخلوا على الغرفة لقوا كينلي عم تضرب بايو. سيان مش فاهمة، ما عارف ليش خطتها فشلت. كين أجبرتها تشرب من نفس الزجاجة، وفجأة صارت تحس بدوخة. بطلنا أخدها على الغرفة وهي اعترفت إنه شربت المي عن قصد ليصير اللعب أكتر إثارة، وهيك قضت الليل معه. بكرة كينلي رجع للإثباتات اللي عطالها إياها بايو، واكتشفت إنه كل شي قالوا كان صح. بين الأوراق لقت الفيديو أمها كانت عم تغني وهي عم تبص على اللوحة. البنت فهمت إنه هالشي كان مفتاح سري وفوراً دوروا عليه.
هنيك لقوا الإثباتات اللي جمعتها أمها عن تهريب عمها مع رسالة بتشرح كل شي فيها. طلع إنه الجدة اكتشفت جرائم كنزية وحبت تبلغ عنهم، لهيك العم قضى عليها ولفق التهمة على أم كينلي. مع الإثباتات بيدها، العم وكل عيلته انقبض عليهم. البنت أخيراً أخذت انتقامه وحست إنها جاهزة تسترجع حبها، بس بشكل مفاجئ خطفها باي. مين؟ يو هو اللي اعترف إنه الزعيم الحقيقي لتهريب. اقترح عليها تنضم له وتستمتع بالمال، يعني بالمصاري، بس هي رفضت إنه ما رح توصل لهاي الدرجة مثل عمها. اتحررت من الإحبال، رغم هيك هو صوب عليها مسدس، وبهاي اللحظة ظهر بطلنا لينقذها. الخصم مسك كينلي وطلب منه يقطع إيديه. بطلنا كان مستعد، بس كين دفعت الخصم بالوقت اللي وصلت فيه الشرطة واعتقلته. وهيك بالنهاية كل الأشرار أخذوا عقوبتهم، وهيك قرروا إنهم يوحدوا حياتهم بالزواج. أكيد أبطالنا، وبهاي النهاية السعيدة بتنتهي قصتنا.